السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشيخ مجدي الحسيني لفيديو جديد. النهارده هنعمل العيش الباكت. العيش الباكت اللي هو العيش الفرنساوي في المنزل. بيبقى عبارة عن دقيق ومية وخميرة وسكر وسنة ملح وسنة لبن. ده مكونات العيش الفرنساوي. زي ما انتم شايفين كده الخبز ده منكم، وهنشوف هنعمله ازاي. بندخل طبعا الدقيق الاول، وبيكون عندنا السكر مع الخميرة في شوية مية عشان تخمر زي ما انتم شايفين، وبعدين بنحط سنة ملح على الدقيق، وبعدين نبتدي نعجن العيش الباكت بتاعنا. العيش الباكت بيبقى من بره عبارة عن كريسبي، ومن جوه طري يعني. وبنحط المية كده على الدقيق ونبتدي نعجن، وهنشوف ازاي. طبعا بتبقى عجينته ما بنعجنها ما بيبقاش العجينة ملمومة، بتبقى العجينة لينة زي ما هنشوف دلوقتي ان العجينة هو كده، لان بيبقى فيه فقاعات من جوه ويبقى طري من جوه، ومن بره كريسبي. هو ده العيش الفرنساوي. بنديله ميه اهوت زي ما انتم شايفين كده، وبنعجن لغايه ما تبقى العجينه يعني لينه معانا، او بتبقى مش ملزقه في ايدينا، بالعربي كده ملزقه، يعني فيها ميه مش ملمومه او لمينها بزيت او كده او بتاع، لا بتبقى ملمومه عشان يبقى من جوه طري ومن بره كريسبي زي ما قلنا قبل كده، او زي ما انتم شايفين كده الشكل ده. وبنكون احنا مخمرين طبعا الخميره بتاعتنا زي ما قلنا بسكر بميه دافيه. بصوا العجينه عامله ازاي اهي بالشكل دوت كده. العجينه لازم تبقى العجينه كده فيها سنه ميه وعشان تبقى، وبعدين نلمها على الرخامه، نلمها بسن دقيق على الرخامه، ونبتدي نفردها اهو زي ما انتم شايفين كده. نبتدي نلفها. احنا طبعا بعد ما لميناها سيبناها في بوله او بسيم او حاجه لمده نص ساعه تخمر، وبعدين نفردها على الرخامه بالشكل دوت. بنقفلها بالشكل ده ونرجع نلمها تاني زي ما انتم شايفين او هتشوفوا كده اهو بالشكل دوت اهو. ونبتدي نلمها لمه كويسه، وزي ما نكون بندبسها كده، بنلمها وبندبسها ونفردها، وبعدين بقيتنا ونحاول نبرمها كده شويه وتتلم بالشكل دوت زي ما انتم شايفين كده. وهنسيبها كمان تخمر نص ساعه كمان. هنغطيها في صينيه اللي هندخلها الفرن ونسيبها تخمر لمده نص ساعه، وبعدين ندخلها الفرن بتاعنا زي ما نشوف دلوقتي. اهم نقطه ان احنا هنشرحها بموس العجين، موس جديد، وهنشرحها بالطريقه ديت شرط كده بالشكل دوت كده على خفيف كده، وبعدين ندخلها الفرن على حراره من 190 ل 200 درجه مئويه. بندخلها الفرن بالطريقه ديت لمده نص ساعه، ويكون الفرن مشغلينه قبلها بربع ساعه. بيطلع العيش الباكت بالشكل دوت، من بره كريسبي ومن جوه بيبقى طري من جوه. هو ده العيش الفرنساوي احنا عملناه في المنزل، وحبينا نوريكم ازاي، وسهل تعملوه في البيت بالطريقه ديت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس واعملوا لايكات كتير. لينا صفحه على الفيس فيها كل جديد، اتمنى تخشوا عليها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. كان معكم الشيخ مجدي الحسيني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين.